ازيكم؟ اهلا وسهلا. النهارده كنت حابب اتكلم معاكم عن العيشه في انجلترا، يعني الباكج على بعضها كده، لا مؤاخذه، عشان تبقى انت عرفت اللي فيها. اصل اللي اوله شرط اخره نور، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. انا متهيألي كفايه كده امثال وحكم شعبيه، صح؟ يعني نخش في الموضوع. انا بوعيك بس عشان ما تجيش في يوم وتندم على المجهود اللي انت بذلته ابتغاء الهدف ده وانت مش مبسوط فيه. مبدئيا كده العيوب، خلينا نخش دغري مع بعض كده وسالكين عشان نريح بعض. المثل بيقول لك اقطع عرق وسيح دمه. اولا تكلفه المعيشه. لو انت عايش في مدينه من المدن الكبيره زي لندن او مانشستر مثلا، اعتبر ان جزء كبير من مرتبك هيروح شهريا على الحاجات الثابته زي الايجار والفواتير. ولو معاك اسره يعني زوجه وطفل مثلا، اعتبر ان التحويش هيكون صعب شويه لو مرتبك اقل من 3000 جنيه شهريا بعد الضرايب. انجلترا يبان عليها من بره كده ان هي دوله راسماليه، لكن التيار اللي بيحكم البلد دي تيار اشتراكي جدا. انت هتعيش عيشه كريمه لكن الحكومه هتشاركك حرفيا في مرتبك. يعني لما البي سليب بتاعتك هتنزل لك كل شهر، اللي هي مفردات المرتب، يعني عشان تبقى انت عارف اتخصم منك قد ايه الشهر ده وانت دفعت قد ايه ضرايب والمبلغ اللي هتاخده اجمالا هيكون كام، هتلاقي ان ده مش مرتبك، ده مرتبك انت والحكومه. هتلاقي الحكومه كاتبه لك في البي سليب مرتبنا. هتدفع قد ايه تقريبا؟ لو مرتبك اقل من 52000 في السنه فانت هتدفع 20% ضرايب، ولو مرتبك اكتر من 52000 في السنه فانت هتدفع 40% ضرايب على كل جزء من مرتبك فوق ال 52000. يعني مثلا لو بتقبض 100000 في السنه فانت هتدفع 20% ضرايب على اول 50000 و40% على ال 50000 التانيين. كنا اتكلمنا بالتفصيل عن موضوع المرتبات ده، وهسيب لكم اللينك بتاع حلقه المرتبات يعني هنا هيظهر دلوقتي. قصاد الضرايب اللي انت بتدفعها الكتير دي بقى، انت بتاخد شويه خدمات زي ان التعليم الاساسي كله مجانا لغايه ما ابنك او بنتك يخلص المدرسه، والرعايه الصحيه طبعا ببلاش لغايه ما الشخص يموت، يعني من المهد حتى اللحد محدش بيدفع جنيه هنا في الرعايه الصحيه. واي حد هنا في سن الشباب ومش لاقي شغل، الحكومه بتساعده ان هي توفر له شغل، وخلال الفتره اللي هو ما بيشتغلش فيها بتديله بوكيت ماني او فلوس يعيش منها شهريا لغايه ما يلاقي شغل. طبعا المبلغ ما بيبقاش كبير قوي يعني، لكن بيكون مبلغ يقدر يعيش منه او يوفر احتياجاته لغايه ما يلاقي وظيفه. وبرده في سكيم للمعاشات عشان اي حد بيوصل سن 68 سنه وخلاص هيتقاعد يقدر يلاقي مبلغ شهريا ان هو يعيش منه. احنا دخلنا العيوب في المميزات شويه في نقطه الضرايب الكتير اللي انت بتدفعها دي، بس عشان تبقى الناس عارفه ان الضرايب دي انت بتاخد قدامها خدمات كتير. تاني عيب بقى في انجلترا بالنسبه لي، واسوأ عيب اصلا في قائمه العيوب دي كلها، هو الجو هنا متقلب وغير متوقع بالمره. يعني انت ممكن تختبر الاربع مواسم كلهم مع بعض في يوم واحد. وفي الشتاء النهار قصير بشكل مؤذي، يعني انت بتصحى الساعه 7:30 الصبح عشان تروح شغلك مثلا والدنيا بتبقى ضلمه، وبترجع من شغلك الساعه 5 العصر والدنيا بتبقى ضلمت. يعني انت بتنزل في الضلمه وبترجع في الضلمه، ما بتشوفش الشمس اساسا، انت ما تعرفش الشمس طلعت النهارده ولا لا. وانت بتبقى راجع من الشغل، يعني هي الدنيا لسه بدري الساعه 6 مثلا، بس الدنيا ضلمه والشوارع فاضيه والناس كلها في بيوتها والجو برد، فبيديك احساس ان الساعه 12 بالليل وخلاص اليوم خلص. ده غير ان شهر ديسمبر ويناير الجو فيه بيكون برد جدا في معظم الايام، واحيانا درجه الحراره بتوصل صفر. في ايام بتفتح فيها باب الشقه تحس انك فتحت باب الديب فريزر، فما فيش مجال بقى ان انت تعمل اي نوع من انواع الاكتيفيتي. هو انت اخرك تقعد تتكلفت في بطانيه وتعمل مج هوت شوكليت وتشوف مسلسلات. يعني في النهار اصلا في الجو ده الشمس لما بتطلع انت بتحس انها طالعه تقضيه واجب، مزاجها وحش يعني ما تفهمش، المهم انها طالعه منظر كده وخلاص، قرص في السماء كده وعلى الفاضي. فالبلد في الشتاء بتحس ان هي رماديه جدا والايام بتاعتها ممله، وعدم التعرض لاشعه الشمس بقى بيؤدي لنقص فيتامين دي على المدى الطويل، ونقص فيتامين دي بيسبب اكتئاب، ويعني 3/4 الشعب هنا عنده اكتئاب وبياخدوا مكملات فيتامين دي. ثالث حاجه سيئه في انجلترا بقى هو ان كل حاجه بتقفل بعد الساعه 7 بالليل. يعني انت بعد الساعه 7 بالليل تمشي في الشارع تحس انك ماشي في مدينه اشباح، على راي الاستاذ احمد عدويه لما بيقول الجو هادي خالص الدنيا هس هس، وانا وانت يا حبيبي ونجوم الليل وبس. طب يا استاذ عدويه يعني اللي ملوش حبيب في الجو ده يعمل ايه؟ شوف لك حته اقعد فيها. فالمحلات قافله والمولات برضو بتقفل على الساعه 7 تقريبا. يمكن الحاجه الوحيده اللي بتفضل شغاله لغايه وقت متاخر هي السينمات، عشان لو في حفلات لغايه الساعه 10 بالليل. ما فيش الطابع اللي هو زي مصر كده انك تلاقي ناس ماشيه في الشارع بالليل. الناس كلها هنا من بعد المغرب كله كان في بيته، فيما عدا طبعا حبايبنا السهيره اللي بيسهروا في البابس عشان يشربوا مشروبات كحوليه ويسهروا، هي دي الحاجه الوحيده اللي بتبقى فاتحه بالليل وملناش دعوه يا محي. يمكن الحمد لله بقى في مؤخرا كافيتريات بطابع عربي، يعني هي الناس بتروح تسهر وتتفرج على ماتشات بقى التشامبيونز والبريمير ليج، وتلاقي الناس قاعده بتشيش وبتشرب شاي يعني تحس انك فجاه كده دخلت قهوه بلدي. وبي ان سبورت شغاله بقى كده بتعليق الاستاذ حفيظ دراجي، وتحس انك يعني اغنيه الحلم العربي هتشتغل دلوقتي. رابعا ودي ممكن تتحسب كعيب او كميزه في نفس الوقت، ان المجتمع هنا متعدد الثقافات جدا. يعني انت ممكن تبقى ماشي في الشارع مثلا وتلاقي واحده محجبه او منتقبه
ماشيه قدامك ولابسه لبس واسع وماشيه براحتها ومحدش بيضايقها، والناحيه التانيه قصادها على الرصيف تلاقي راجل ماشي لابس باروكه وعامل ميك اب ولابس فستان يعني ومحدش يقدر يقول له حاجه برضه. ايه ده المجتمع ده؟ يا ريتها مثلا ست ماشيه لابسه فستان، لا هو راجل، الوضع اتغير تماما، بقت الرجاله هنا هي اللي بتلبس فساتين عريانه دلوقتي. ومطلوب منك زي ما بتحترم البنت المحجبه اللي ماشيه في الشارع تحترم الراجل اللي مش محجب، الراجل اللي ماشي في الشارع ده اللي لابس فستان. انا بقى ليه بحب انجلترا؟ يعني ايه المميزات اللي انا بحبها فيها؟ احنا اتكلمنا على شويه عيوب وشويه مميزات صغيره، لكن في مميزات حقيقي انا بحبها. اولا ان المدن كلها هنا بلا استثناء لازم يكون فيها بارك. انا بحب المساحات الخضراء جدا يا استاذ سيد. يعني انت ممكن تبقى زهقان شويه تنزل بس تتمشى في البارك كده شويه وسط الشجر والطبيعه والليكس والورود وبتاع، تحس ان مزاجك اتحسن. تاني ميزه واحنا اوريدي اتكلمنا عليها هو ان النظام الصحي هنا في انجلترا مجاني، وده شيء مفيد جدا للناس الفقيره او اللو سوشيو ايكونوميك اللي مش معاهم فلوس ان هم يصرفوا على الرعايه الصحيه. تالت حاجه وقلنا عليها برضو لما اتكلمنا عن الضرايب هو ان التعليم الاساسي كله مجاني، البرايمري سكول والميدل سكول والهاي سكول لغايه مرحله التعليم الجامعي. وكمان معظم الجامعات هنا تصنيفها عالي وشهاداتها قويه فتقدر تشتغل بيها جوه انجلترا وبره انجلترا لو انت حابب. رابع حاجه بحبها في انجلترا هو ان الجاليه المسلمه هنا كبيره، وبالتالي معظم المدن هنا دلوقتي فيها مساجد، وكل الاعياد والمناسبات الرسميه هتلاقي فيه ايفنتات بتتعمل، ويعني مش هتحس انك لوحدك. يمكن من اكتر الحاجات اللي حبيتها من ساعه ما جيت انجلترا هنا هي شبكات الموبايل والانترنت. دي حاجه انا ما حسيتش هي ممكن قد ايه تخليك مرتاح في حياتك غير لما جيت هنا. احنا حياتنا دلوقتي معتمده اعتماد كلي على الموبايل، فخليني اقول بصراحه كده يا جماعه يعني ان مصر مش ما فيهاش شبكات موبايل، دي ما حصلتش شبكات تليفون ارضي. وتيجي تشحن بقى يدخلوك في 100 حوار، يقول لك بقى انت عايز دقايق ولا عايز فليكسات ولا عايز باقه انترنت بس. اصل معلش يعني هو الفلوس مش هينفع ندي لك كل حاجه، احنا اسفين جدا، جايين نفصص سمك احنا بقى. ولو فرضا اخترت نوع معين من الباقه اللي بيبقى فيها وحدات هيقول لك بقى معلش لا لحظه تعالى لي هنا بقى، الوحده بتاعتك هتكون بدقيقه للشبكه بتاعتك وبسعر تاني للشبكات التانيه. الباقه بتاعتك دي لو فيها نت هيقول لك لا معلش بقى النت برضو اصل النت درجات، في انترنت سوشيال وفي انترنت للستريمنج. يعني انا ما شفتش ليفل نتانه بالمنظر ده. انا في مصر كنت بشحن باقتي 4 أو 5 مرات في الشهر وتحس انك بتشحن في ثقب اسود، يعني هو مفيش حاجه بتكفيه. الموضوع هنا في انجلترا بسيط جدا، حقيقي بسيط. يعني انا بشحن باقه ب 8 باوند في الشهر، 8 جنيه استرليني، بتديني دقائق غير محدوده لكل الشبكات، رسائل غير محدوده لكل الشبكات، و25 جيجا انترنت والله ما بخلصهم. ولو زودت الباقه بتاعتك شويه خليتها ب 12 باوند بدل من 8 باوند هتاخد 100 جيجا نت باقه على الموبايل. انا عايز اقول لكم ان انا احيانا وانا قاعد في البيت بنسى انا فاتح داتا ولا فاتح واي فاي من كتر ما الاتنين شبه بعض. واحنا لسه في مصر بنهاتي في الدقيقه بفليكس للشبكه بتاعتنا وب5 فليكس للشبكات الاخرى، هو مفيش اخرى من كده صراحه. اخر حاجه واكتر حاجه بحبها في انجلترا وسبت لكم الحلو في الاخر هي المعاملات الحكوميه. انا من ساعه ما جيت انجلترا يعني عدوا معايا كده، استلمت شغلي، عملت الاقامه، قدمت على رخصه، فتحت حساب في البنك، عملت كريدت كارد، من غير ما اقف قدام موظف يوحد ربنا، لا اختام بقى ولا امضاءات ولا صور لي بطاقتك صورتين ولا اطلع لمدام عفاف الدور الرابع، مفيش الكلام ده. حاجه كده قمه في اليوتوبيا من ساعه ما جيت هنا صراحه، ودي حاجه بهراني جدا. انا لسه فاكر يوم ما كنت رايح استلم التكليف بتاعي في مصر، لا يوم ايه، قول اسبوع 10 ايام ما كنت رايح استلم التكليف في مصر، لان هو مفيش حاجه في مصر بتخلص في يوم. كنت بروح مديريه الصحه من نجمه ومعايا كل حاجه تثبت وجودي في الحياه، واصور ورق استلام الشغل وشهاده التخرج وشهاده الجيش وصوره البطاقه وطوابع من البريد، معرفش الطوابع دي لازمتها ايه اساسا، وروح اعمل كشف طبي في مش عارف فين. رجعت من الكشف الطبي صور لنا بقى البطاقه بتاعتك يا فندم، ما انا مصورها، لا معلش صورها تاني، واطلع عند مدير التكليف وانزل من عند مدير التكليف وروح عند مدير شؤون العاملين، وبعد ما تخلص اللفه دي بقى كده ايه ربنا ينتعك بالسلامه، خد شهاده الاستلام دي الف الف مبروك وروح استلم في وحده شنطوف العرس بكره بقى معلش عشان يوم العمل خلص، ما مش هتلاقي موظفين خلاص النهارده. واصحى تاني يوم بقى روح الوحده بتاعتك اللي هي مش موجوده على الخريطه اساسا، يعني انت لو دورت عليها على جوجل مابس مش هتلاقيها، واسافر بالعربيه بتاعتي ساعتين يا مؤمن في طريق في مجاهل الدقهليه، ما اعرفش انا رايح فين اساسا، وفين بعد ساعتين كده توصل في مكان في اللاوير انت مش عارف انت فين اساسا. الحمد لله على السلامه، بس انت فاكر لفه ام العروسه اللي انت لفتها في المديريه، هتلف نفس اللفه من الاول هنا تاني، والمره دي مع موظف الوحده. وما ادراك ما موظف الوحده، الراجل ده موجود في الوحده من ساعه ما افتتحوها في السبعينات، يعني هم ناسيينه هناك اساسا، يعني هو من ساعه ما الوحده اتفتحت وهو عايش في الحقبه بتاعت السبعينات
التسعينات، هو الزمن وقف عنده. ووريني شطارتك بقى لو طلب منك صوره من ورق انت مديهوله. والله العظيم انا مره رحت من القريه اللي انا كنت مستلم فيها لقريه تانية عشان اصور ورقه الموظف الوحده، ولولا ستر ربنا واني كان معايا العربيه وقتها كان زماني وقفت على جسر الترعه مستني واحد معدي بحمار عشان ياخدني وراه اروح اصور الورقه. جماعه انا العقد بتاعي هنا في المستشفى في انجلترا اتبعت لي في الايميل، طبعته، مضيت عليه، عملت له سكان، بعته للمستشفى، نقطه. والله العظيم حساب البنك انا فتحته اونلاين، وهفاجئك ان معظم البنوك هنا في انجلترا دلوقتي بتعمل اونلاين ترانزيشن عشان ما عادش يبقى فيه فروع الناس تروح تقعد وتستنى فيها. يعني كل البنوك هنا بعد كده هتبقى شغاله اونلاين بس. واكيد في انجلترا موظفين روتينيين وباردين والكلام ده كله، وهي مش جنه، لكن في الاول وفي الاخر المعاملات ما بينك وما بين الموظفين بتخلص بالايميلات. انما الهبل اللي بيحصل في مصر ده بصراحه يعني شيء لا يتحمله بشر. اي حد اتولد في مصر فهو ميزان حسناته بيعد، لانه مكتوب عند الله من الصابرين، ولا نحتسب على الله احدا يعني، لكن ده ظني في اي حد اتولد وعايش في مصر. معلش انا اسف انا انفعلت شويه يعني، بس انا افتكرت ايام ما يعلم بيها الا ربنا. لكن دي كانت مزايا وعيوب انجلترا من وجهه نظري. وقولوا لي انتوا بقى يعني ايه هي العيوب او المخاوف اللي انتوا خايفين منها في انجلترا، وانا هقول لكم اذا كانت هي حقيقه ولا لا، وايه هي المزايا برضو. يعني ممكن اكون في حاجه انا غفلت عنها وما قلتهاش، فيعني قولوا لي من وجهه نظركم لو في مزايا تانية انا ما اتكلمتش فيها. بس يعني واتمنى الفيديو يكون مفيد، ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يسيبه في الكومنتس واكيد هرد عليه، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي.